السلام عليكم، منورين يا اصحابي. اتمنى بقى تشتركوا في القناة وتشجعوني عشان عايز اوصل 1000 مشترك. يا ريت برضو نوصل مع بعض، وكمان عايزين نفعل القناة. ما تنسوش تشجعوني لده. تبدأ حكايتنا بظهور وحوش غريبة جدا وانتشار طاقة في الأرض. وحوش حرفيا مرعبة بشكل فظيع. الجيش بيحاول يوقفها لكن ده ما بيحصلش. أصلا الأسلحة البشرية دي ما بتأثرش في الوحوش دي لأنها بتكون قوية جدا. لكن بيظهر برضو مع التطور ده طاقة غريبة جدا بيمتلكها البشر، وبتكون طاقات خارقة لبعض الناس واللي بتظهر لهم. لكن ده بيكون في الأول بس، لكن بعد كده بنكتشف إن كل البشر لما بيوصلوا سن 18 سنة بتبدأ تظهر عندهم قوة خارقة. وبنتنقل بينا المشهد لمدرسة، واللي بيكون الطلاب واقفين كلهم خلاص وصلوا سن ال 18 وفي احتفال إيقاظ مهارتهم. كل دول المفروض يكونوا مستيقظين، لكن بيكون في طالب مرعوب جدا وبيقول أنا خايف لما يكونش ليا مهارة وبكده أكون شخص فاشل. اللي جنبه بيقول له لا، ما تقلقش من أي حاجة. المرة اللي فاتت كان تقريبا 99% من الطلاب كمان ظهروا مهارة وقدروا ينجحوا. وهو بيتنقل للطالب اللي بيكون بطل حكايتنا واسمه لي. هو بيكون مفتخر جدا بنفسه وواثق من نفسه ونظراته كلها ثقة، وبيقول انا اكيد هظهر مهارة كويسة جدا. اكيد انا استيقاظي هيكون فائق، وبالاخص ان انا ابن بطل وابويا كان شخص قوي جدا في مهارة البرق. بنرجع للشخص اللي كان مرعوب وبنلاقيه ايقظ مهارة النار، وبيكون فرحان جدا بالشعلة النارية اللي ظهرت قدام ايده، لانه كده يصبح مستيقظ للهب. وبنشوف كل الناس وهم ملمومين حواليه فرحانين بيه، وبيحاولوا كمان يضموه لجماعتهم ويتصوروا معاه. وهو بيكون فخور جدا بنفسه. بيكون بطلنا هنا واللي اسمه ليه على فكرة بيتفرج وهو بيقول مش مهم، اكيد مهارتي اقوى. كل البنات مصدومين وبيقولوا هو اكيد هينقذ مهارة البرق زي والده. لكن بيكون لي صديق ليه بيكون مغرور وده زميله في الفصل، هو بيقول لهم هو مش هينقذ اي حاجة، ده ابن خاين وملوش اي لازمة، ومش معنى ان ابوه بطل يعمل كده. وفعلا بنرجع بالزمن لورا وبنعرف ان بطلنا كان فعلا والده بطل كبير جدا ومشهور، وهو بنشوفه جنب ابوه كل الناس بتحييه. ولكن الوضع ده ما استمرش كتير، بيتغير فجأة. وبنكتشف بعد كده إن حصل هجوم قوي جدا على البشرية من وحوش بأعداد مهولة. وبعد كده اتغير الوضع جدا، وأصبح أبوه بيتنادى بإنه مش بطل ولا حاجة، بل إنه خاين لأنه تخلى عن البشرية وساب الوحوش دي تهزمها. وده ما بيكونش اللي بيفكر فيه أبدا بطلنا ليه. بيقول أبويا ما تخلاش عن البشرية ولا حاجة، ولكن في شيء أكيد أبويا عمله في الخلفية. وبنشوف ليه وهو واثق من نفسه وبيقول هظهر مهارتي، لكن لما بيقرب بيكتشف إن هو ما أيقظش أي مهارة. بيكون مصدوم من اللي حصل ده وبيقول يعني إيه، يعني إيه أنا ما أيقظتش أي مهارة؟ مش فاهم اللي بيحصل. هو اللي بيحصل المعلم بيقول له مفيش أي مشكلة، ممكن السنة الجاية تحاول تنقذ أي مهارة. وهنا كل زمايله بيضحكوا عليه وبيقولوا هو ضعيف وكمان ابن خاين وكمان ملوش أي لازمة وما يقصش أي مهارة ولو حتى مهارة ضعيفة. بيكون شكله وحش جدا. كل زمايله بيضحكوا عليه بصوت عالي جدا وبيكونوا فرحانين فيه، ما بيكونوش يعني زعلانين. المفروض ده زميلهم ولا اي حاجه. وهو بيتضايق في اللحظه دي وبيبصوا لهم بصه قويه جدا بترعبهم بصراحه. كلهم بيخافوا منه. اللي ايقظ مهارة النار دي بيطلعها وبيقول انت بتبص لي كده، لو فكرت تقرب لي فانا مستيقظ الوقت بمهارة النار وهحرقك. هو بيكون خايف جدا منه. لكن ليه ما بيهمهمش، بيقول لهم انا اكيد هيقظ مهاره قوية جدا وما يهمنيش كل اللي انت بتعمليه ومش هيأس عن هدفي. لكن المدرس بيقول له ما دام انت ما يقصتش مهارة فانت مالكش فصول النهاردة، لو سمحت روح على بيتك. وفي اللحظة دي بنشوف بطلنا وهو ماشي للأسف، وهو الجميع قاعدين يضحكوا عليه. وهو المعلم بيقول له ما المفروض انك ما تزعلش، حاول انك السنة الجاية تقدر تظهر مهارة كويسة، وبطل اللي انت بتعمله ده وسيبك من اللي بيعملوه. هو بيمشي فعلا، وكلهم بيكونوا بيبصوا عليه وبيقولوا ابن الخاين ده ما قدرش يوصل لأي حاجة. والكلام ده حرفيا بيكون بيدمره نفسيا من جوه. هو مش قادر يستحمل كل اللي بيحصل له ده. هو بنشوفه في اللحظة دي وهو ماشي في الشارع ومروح بيته. وبيتغير بينا المشهد تاني ونرجع للفصل بتاعه، هو اللي بيكون كل الطلاب قاعدين هناك وكاتبين في الفصل إن إحنا مش عايزين ليه الجبان والضعيف ده يكون معانا، مش أيقظ مهارة ولا ليه أي لازمة، وإزاي يكون في فصل كله مستيقظين زينا. وبيكون اللي بيكتب على السبورة طالب اسمه شين، وعلى فكرة ده كان يبقى صاحب ليه وصديق طفولته كمان، لكنه اتغير عليه. وبيكون لابس على صدره شارة أبو لي. ولما لي بيشوف الشارة دي بيتعصب جدا وبيروح لشان وبيقول له اقلع شارة والدي أنا محتاجها. بيقول له والله أنت لو تقدر تعمل كده أنا معاك.
وريني انت تقدر تعمل ايه، بس انا مش هقلعها. وفي اللحظه دي بيمسكه وبيرميه على الارض، حرفيا بيمسح بوشه البلاط بتاع الفصل، وبيقول له انت شخص حوسالة وضعيف زيك وملوش اي لازمه، المفروض اصلا ما يمسكش هدومي. ازاي انت اتجرأت كده وجيت مسكت هدومي وعايز تاخد كمان الشاره دي مني؟ الشاره دي انت ما تستحقهاش. انت لو كنت هيقصت مهاره البرق اللي كان يملكها والدك كان زماني مرعوب منك حاليا. لكن انت مجرد شخص حوسالة وضعيف وما يقصش اي مهاره. ليه بيقول له انت كنت صديقي وكنا اصحاب طفولة، ازاي تعمل فيا كده؟ المفروض ان والدك كان صاحب والدي وكنا متربيين مع بعض، ازاي تعمل كده؟ بيمسكه من راسه وبيقول له ما تقولش السيرة دي تاني، ابويا وابوك مش زي بعض. أنا والدي يعتبر قائد عسكري كبير جدا وليه مكانة في الجيش ودافع عن المدينة. والدك جبان وخان البشرية كلها وتخلى عننا. وبعدين القلادة دي مش هي دي اللي سابها لك والدك، أنا محتاج القلادة دي، أنا هاخدها منك، إيه رأيك بقى؟ في اللحظة دي بيكون هنا ليه متعصب جدا وهو بيقول له إزاي تاخد القلادة دي؟ دي بتاعت والدي، استرجع لي القلادة دي لأن هي الحاجة الوحيدة اللي باقيالي من والدي. وكمان الشارة. ولما بيمسك إيده بيلاقي إن إيده قوية جدا وهو بيستغرب إزاي إيده بقت قوية كده، المفروض ان ليه كان شخص قوي مش ضعيف. في اللحظة دي الشين بيبص له بيقول له نسيت اقول لك ان انا انقذت مهارة قوية جدا ومن المستوى ايه، فواحد زيك مش هيقدر يواجهني اساسا. المفروض ان انا حاليا من المستيقظين وكمان من العباقرة مش من اي حد. فواحد زيك ازاي يفكر اصلا انه يمسك ايدي او يمسك هدومي او ياخد مني اي شيء؟ وريني كده انت هتقدر تعمل معايا ازاي. في اللحظة دي ليه بيكلمه وبيتعصب عليه وهو بيحاول يجري عليه، وفجأة بنلاقي ان ليه يا عيني عض ايده وبيقول له بص، بما ان انت بتقول ان انت مش حاسس باي الم ولا انا هأثر فيك، طب انا هعضك. وفي اللحظة دي بيعضه فعلا وبسبب الالم بيتخلى الشين عن القلادة وبتقع على الارض. لكن ليه ما بيسيبهاش تقع على الارض وبيجري وبيلحقها. هو بيمسكها وبنكتشف ان ليه هنا واقف ومخبي القلادة في ايده. لكن شين بيقول له هات القلادة دي قبل ما اخلص عليك. لكن ليه بيبلعها ببساطة وبيقول له طيب انا كمان بعرف اكل، عندي مهارة البلع، اعتبرني عكست مهارة البلع وبلعت القلادة. في اللحظة دي شين بيرميه على الارض وبيقول له انت مجرد جبان وحسالة وما تفكرش باللي انت عملته ده ان انا مش هاخد منك القلادة برضه، ومعايا كمان شارة والدك ومش هسيبك. لكن ليه بيقول له انا عمري ما هديك اي حاجة، حتى لو انا ما عكستش مهارة فأنا برضو لسه موجود وعايش، ووالدي مش جبان وما تخلاش عن البشرية، وأنا هثبت ده في يوم من الأيام. ومصيري برضو هيقظ مهارة قوية جدا وهقدر أكون أقوى واحد فيكو. فأتمنى إن انتوا تحترموني علشان وقتها ما أخبكوش على اللي انتوا بتعملوه ده. لو كنت ضعيف دلوقتي فده ما يسببش اللي انتوا بتعملوه. أكيد أنا هيجي الوقت وهكون شخص قوي. ووالدي كان صديق والدك والمفروض ان انت تقدر ده وان احنا متربيين مع بعض. ازاي تعمل فيا كده؟ المفروض ان انت تكون بتدافع عن البشرية، ما تكونش بالطريقة دي وبتهاجم الضعفاء وبتستغل قوتك على اي شخص اضعف منك. لكن ليه بيكون في اللحظة دي بيكتشف ان بيحصل برق احمر حوالين القلادة دي بطريقة فظيعة، وبيدخل البرق ده جواه وبيستغرب من اللي بيحصل وبيظهر له نافذة، وبيكون دي نافذة نظام سيد الوحوش. النظام في اللحظة دي بيرحب بيه وبيقول أهلا بالدم المميز، احنا اكتشفنا دم سيد الوحوش. احنا دلوقتي هنفعل لك النظام وهنشوف كمان انت محتاج ايه، ولازم ان انت تختار وحش معين من الوحوش اللي هنعرضها عليك وتاخد الوحش ده عشان تكون انت سيده. في اللحظة دي بيظهر قدام ليه 4 وحوش، ولما ليه بيشوفهم بيقول الوحوش دي قوية جدا والمفروض ان الوحوش دي انقرضت اساسا. ازاي اشوف الوحوش دي موجودة قدامي وكمان ابقى حاكم لوحش منهم؟ في اللحظة دي بيتخيل نفسه وهو بيطلع الوحش اللي هو سيده ده وبيهاجم الطلاب اللي كانوا قاعدين يتنمروا عليه. لكن النظام بيقول له قدامك دقيقة بس عشان تختار وحش من الوحوش دي. كان هو مفكر ان هو هيكون الموضوع مفتوح قدامه وانه يقدر يختار في اي وقت اي وحش يختاره، لكنه بيشوف ملك الوحوش كيو واللي اصلا ده ملك الرعد. ولما بيشوفه بيتبسط جدا وبيقول مهارة والدي كانت الرعد قدام ملك الوحوش كيو محدش يقدر يقف قدامه، وهو بيختاره. في اللحظة دي بنشوف ان هو اتنقل لشيء يشبه البحر وبينزل تحت المية وبيفكر نفسه بيغرق، لكن بيكتشف ان هو ثابت مكانه وكمان قادر يتنفس. وفي اللحظة دي بيبص قدامه وبيلاقي عين كبيرة جدا لدرجة ان هو بس ما بيكونش قد حدقة العين اللي موجودة، وبيعرف ان هو ده الوحش كيو ملك الوحوش مش اي حد. وهنا في اللحظة دي بيكلمه كيو وبيقول له شخص ضعيف زيك يبقى مستيقظ وصاحب الدم المميز وكمان سيد الوحوش اللي يملك مهارة زي دي يقدر يحكم العالم كله، وانتوا ضعاف وانت كمان شخص ضعيف، ازاي تفكر نفسك هتقدر تسيطر عليا وتكون كمان الملك؟
هنشوف كده كده انت قدامك فرصة، حاول تستغلها كويس وإلا صدقني هتندم. وفي اللحظة دي بنشوفه وهو بيترمي بره المية دي حرفيا، وهو بيقف قدامه كيو وبيكون مرعوب جدا من قوته وضخامته، وبيقول وحش زي ده ازاي اكون انا سيده ولا اقدر اقف قدامه، وبيختفي كيو في اللحظة دي. وهو بنشوف هنا وبيكون في بوابة انتقال وبيقع منها تاني ليه، وبيلاقي ان شين واقف قدامه وكل الطلاب تاني، وبيقول هو ده كان حلم ولا ده حقيقة. هو مستغرب من اللي حصل له، لكن فجأة في اللحظة دي بيظهر له النظام قدامه وبيقول له أهلا بيك، أنت اخترت الوحش كيو. في اللحظة دي أنت هتاخد بيضة الوحش ده وهتراعيها لحد ما تفقس ويكون الوحش ده بعدها ملكك، وأنت اللي هتهتم بيه وهتتعامل معاه وهتربيه. لكن ليه بيكون مصدوم حرفيا وبيقول بيضة إيه؟ أنا مش فاهم أي حاجة. ازاي البيضة دي هتفقس اساسا؟ النظام بيقول له كل حاجة تعرفها واحدة واحدة وبطل استعجال. بيكون مرعوب في اللحظة دي وبيقول له انا اعمل ايه؟ إيه اللي انا فيه ده؟ المفروض ان انا سيد وحوش. وفي نفس الوقت ده وموجود في الجهة التانية بيكون شيم موجود واقف ومستغرب اللي بيعمله ليه، وبيقول له انت اتجننت يا ابني ولا إيه؟ انت مالك واقف متسمر مكانك كده، في ايه اللي جرالك؟ هنا بيمسكوا اتنين من زمايل ليه في الفصل بيكتفوه، دول اتباع شين، وشين بيقلعوا البنطلون وبيقول له انت مفكر لما تبلع القلادة ان انا هسيبك؟ طب انا هستناك تخرجها بقى من الناحية التانية. هو بيكون في اللحظة دي ليه مصدوم وبيقول له انت ازاي تكون بالقذارة دي؟ لكن في اللحظة دي بيخرج صوت، بنلاقي ان ده صوت بنت وبتكتب في ورقة معينة كده ماسكة نوتة في ايديها وبتقول لهم انتوا كده خالفتوا القواعد. انت الشين المفروض ان انت تكون مستيقظ جديد انت وكل الطلاب اللي معاك، والمفروض انكم ملتزمين بقواعد المدرسة وان مفيش قتال يحصل في المدرسة. شين بيقول لها انت مين اساسا عشان تكلميني؟ انا ابن قائد عظيم في الجيش، ازاي واحدة زيك تيجي تكلمني بالطريقة دي؟ وبعدين انت رئيسة الطلاب ولا لا؟ ما يهمنيش. بتقول له طب كويس جدا، كويس انك عارف ان انا رئيسة الطلاب، يعني المفروض ان انت تحترمني وتلتزم بالقواعد. لكن شين ما بيحترمتهاش وبياخد القلم من ايدها. هو بيقول لها انا عايزك دلوقتي تشوفي بقى وتوريني انت ازاي هتقدري تكتبي القواعد وكمان تكتبي اسمائنا وتروحي تبلغي عننا المدير. لكن في اللحظة دي بيحاول يكسر القلم ما بيقدرش، والقلم بيتحرك ببساطة وبيبقى قدام رقبته، وهو بيستغرب من اللي بيحصل جدا وبيقول لها انت عملت ايه؟ هي دي مهارتك انك تحركي قلم؟ بتقول له انا بحذرك وبديك تحذير بس اولي. بيمسك القلم تاني وبيقول لها انت مش عارفة انا مين؟ انا صاحب مهارة من المستوى ايه. وبيمسك القلم فعلا، وفي اللحظة دي بيكسر القلم قدامها. وبعد كده بنشوف القلم وهو مكسور، ما بيهموش اي حاجة، وبيقول لها انا ابن قائد عظيم جدا في الجيش، وواحدة زيك مش هتيجي تتحكم فيا ولا هتقدر تعمل لي اي حاجة، مهما خالفت القواعد فما فيش اي قواعد هتمشي عليا. هو بيحط صباعه قدامها وبيقول لها انا ممكن اضربك الوقت لو انت ما خرجتش من الفصل ده، واخليكي زيه انت كمان، انا مش هيفرق معايا ان انت بنت. لكن في اللحظة دي بنشوف واحد من الاشخاص التابعين ليه دول بيضرب ليه ضربة قوية جدا وبيرميها على الأرض، وبيقول له أنت ما تفتحش بقك تاني لما أكون موجود يا ليه، لأن ليه كان قال له أنت إزاي تتهجم على بنت وتعمل فيها كده؟ أنت شخص حقير ومالكش أي لازمة. وبيرجع وشه تاني الشين للطالبة اللي موجودة قدامه وبيقول لها أنا دلوقتي ممكن أخلص عليكي. لكن في اللحظة دي هي بتتعصب وبتقول له واضح ان انت ما اتعلمتش الادب ومفكر ان انت ليك سلطة في المدرسة، ولا انك قوي اصلا وانت لسه مجرد طفل في المدرسة وعندك مهارة من المستوى ايه. لكن انت المفروض مستيقظ ووظيفتك انك تحمي البشرية. بيكون لي مصدوم جدا من الطالبة دي بتعمله، بيقول لها حاولي تخرجي من هنا لان دول ما عندهمش اي رحمة وممكن يقتلوكي، فلو سمحت اخرجي من هنا ومش مهم تدافع عني، انا اكيد هقدر ادافع عن نفسي. لكن هي في اللحظة دي بتطرقع بصوابعها وبيحصل حاجة عجيبة جدا، بتظهر مقشة وبتاخد ليه وبتعلقه في السقف، وبيتصدم ليه من اللي حصل. بتقول له بس ما تقلقش انا مش بهاجمك ولا حاجة، ولكن الوضع على الارض هنا هيكون خطير، فانا عايزك بس تكون متعلق في السقف لانك مش هتقدر تدافع عن نفسك. في اللحظة دي بنشوف شين وهو بيجهز قوته وبيهجم عليها، لكن هي بتجهز قوتها وبيطلع من حواليها برق ذهبي مهول جدا وبتتحول لانها لون اسود، هو بيكون حرفيا شكلها مرعب في اللحظة دي. وبنكتشف ان كل حاجة حواليها بدأت تتحرك، كل المساطر والأقلام حتى القلادة اللي هي لابساها بدأت تتحرك حرفيا وتسيطر على المكان كله، وبتكون طاقة مرعبة. وكل الحاجات دي بتكون واقفة حوالين الطلاب دول، وفي اللحظة دي بتتكلم وبتقول لهم ايه رأيكم بقى؟ خدوا بالك ان لو اتحركت يا شين حركة بسيطة جدا هخلص عليك. بيكون طالب منهم نايم تحت الترابيزة وبيقول لهم ايوه انا عرفت البنت دي، دي تعتبر هي
رئيسة الطلاب فعلا دي الطالبة سولونج، ودي مرعبة جدا، وأظهرت طاقتها في ال14 مستيقظة من إنه هي عندها 14 سنة، وعبقرية ومحدش يقدر أصلا يقرب منها لأن قوتها تعتبر مرعبة وخيالية. في اللحظة دي بنشوف شين وهو بيبص لها بصة شريرة جدا، وهو بيقول أنا ما كنتش أتخيل إن البت دي تكون بالقوة دي، لكن أنا برضو ابن قائد عظيم جدا في الجيش، ووالدي يعتبر جنرال، وأي حاجة منك هتعمليها فأنا مش هسيبك في حالك وهتأذي نفسك. في اللحظة دي بترد عليه سو بتقول له بس انت ابتديت القتال في المدرسة. وفي اللحظة دي بنشوف ان ليه ظهر قدامه كده نافذة فيها قوة لي وتفاصيل عن قوتها وكمان كل شيء. بيستغرب جدا وبتكون قوية جدا قدامه في قمة الهرم بتاع المدرسة. في اللحظة دي بنرجع تاني لشين واللي بيكون كل الأدوات دي حواليه، وهو بيقول لها انت ازاي تعملي ده، لكن سو فجأة بتقرب مسطرة منه وبتجرحه في رقبته. بتقول له موضوع الخطأ وان انا اقتلك هنا وارد، انت ابتديت معركة وانا جيت ادافع عن الطالب ده، وانت ممكن تتقتل في اللحظة دي وساعتها والدك مش هيقدر يعمل لي اي حاجة. ايه رأيك في الكلام ده؟ مش هي دي القواعد؟ وبعدين برضو مفيش قفل امان عندي على الطاقة بتاعتي، ممكن القوة بتاعتي دي تقتلك من غير ما اخد بالي وما سيطرش عليها، وهيكون ده برضو عذر ليا. بيعيط في اللحظة دي ويقول لا ارجوكي بس انا مش هعمل اي حاجة تاني، بس انت سامحيني. بتقول له كويس جدا انك كده عيطت وعرفت ان انت مالكش اي لازمة هنا، وانك مجرد طفل بيتباهى بقوته وما عندكش اي تفكير ولا اي قوة. وبترجع تاني لوضعها الطبيعي وبتهدى، وهو بتقول لهم يلا كده، وبتنزل كل الادوات اللي كانت عليهم، وبتسحب فجأة كمان الشارة بتاعت والد ليه من على كتفه، وبتقول له يلا بقى سيبوا كل ادواتكم هنا واطلعوا لي على مكتب المدير. بيكون شكلها وهي بتقول الكلمه دي مرعب حرفيا، لدرجه ان انا نفسي خفت من المنظر ده. كلهم بيترعبوا من اللي هم شايفينه وبيقعوا على الارض وبيكونوا زمايله بيجروا وشين اصلا مش قادر يقوم من على الارض. فجاه بنشوفهم بيجروا وبيقول انا لازم انتقم من البنت دي في يوم من الايام، بس ده بيكون في سره. وليه بيقول لها شكرا ليك على اللي انت عملتيه ليا. لكن هنا بيكون سو واقفه وبتكون مجهزه قوتها وبتقرب من ليه. ليه بيترعب بيقول انت هتقتليني ولا انت بتعملي ايه؟ لكن هي بتسيبه ينزل على الارض رزع، وبتقول له المفروض ان انت ما يقصش اي مهاره وان وجودك هنا خطر عليك. وكمان المدرسه قالت ان الطلاب اللي ما يقصوش مهاره يكونوا في بيوتهم، ده افضل ليهم. خد بالك من نفسك وخد شارة والدك وما تجيبش حاجه زي دي تاني لمكان زي ده، علشان ما يتنمرش عليك اطفال زي دول. مش هعتبرهم كمان تلاميذ ملهمش اي لازمه، انت ابن شخص قوي جدا وليه مكانة. وبنستغرب برضو في اللحظة دي ان سودي ما بتذكرش ابو ليه بأي سوء ابدا، بل انها بتحترمه وبتقدره وبتقول له والدك كان بطل، انا عايز اشوفك بطل زيه. بيتصدم ليه من اللي بيتقال ده وبيقول ازاي انت الوحيدة اللي تقولي كده. بيكون بيفكر مع نفسه وبيفكر في القلادة اللي بلعها وكمان في إشارة والده، وبيكون قاعد على الأرض. وبيتنقل بينا المشهد هنا وبنرجع لمكان، وهو ده بنعرف إن هو الفصل اللي كان بيحصل فيه القتال. وبنشوف هنا شين وهو ماسك قماشة كده مبلولة وبيمسح في السبورة، وكل الطلاب اللي تابعين ليه واللي كانوا مشتركين في المشكلة قاعدين بينظفوا الفصل كله، وهو بيكونوا معترضين جدا على اللي بيحصل وبيقولوا ازاي احنا نكون هنا واسمه ليه ده مش وسابنا. لكن شين بيتعصب عليهم وبيقول لهم انا مش عايز اي مشاكل، مش عايز اشوف البني ادمة دي تاني والشاي المرعب اللي بصت لي بيه ده، فلو سمحتوا كلنا نخلص اللي بنعمله ويلا نمشي. وبيتنقل بينا المشهد لشقة ليه، وبنشوف ليه وهو قاعد بيبحث في الكمبيوتر بتاعه وبيدور على أي معلومة عن الوحش كيو وعن نظام سيد الوحوش ده، وما بيلاقيش أي معلومات وبيكون قاعد زعلان جدا ومصدوم. وبيقول الوحش اللي أنا شفته ده مرعب جدا، وكان آخر ظهور لي لما كانت هجمت الوحوش، وأنا فاكر والدي كمان وقتها، لكن بعدها ما ظهرش أي وحوش من دي، وبالأخص إن أعمارها بتكون طويلة جدا بتقدر بعشرات آلاف السنين. لكن في اللحظة دي بيظهر النظام قدامه. ليه بيكون مصدوم من ظهور النظام وبيقول له انت ازاي ظاهر لي دلوقتي؟ انا كنت اصلا هموت وانت ما كنتش موجود، انت ازاي دلوقتي ظاهر لي؟ انت فاكر ان انت تظهر لي في أي وقت بمزاجك؟ انت كنت فين؟ وهو بيحاول يحضنه وبيكون فرحان على فكره، ما بيكونش زعلان ابدا بظهوره، لكن بيعدي الناحيه التانية وبيخبط دماغه في الترابيزه. النظام في اللحظه دي بيكلمه وبيقول له انا شاشه افتراضيه مش حقيقيه عشان تيجي تحضني. ده اولا بيقول له مكانك وبطل كده مش ناقصه، ها؟ عشان ما امشيش واسيبك، هي مش ناقصه. بيقول له انا ويتي بتاعت
معتمد على الوحش كيو. المفروض ان انت تحافظ عليه وتطوره وكمان تخرجه من البيضة بتاعته، لان ده وحش قوي والمفروض ان انت تكون سيد الوحش ده. دلوقتي احنا وظيفتنا ان احنا نخرج الوحش ده من البيضة دي، وانا على فكرة مجرد خروجه من المكان ده انا مش هقدر اخزنه في المساحة الافتراضية بتاعتي، لان انت كده هتحوله وحش، والبيضة انا خزنها لكن الوحش مش هقدر اخزنه. ركز في الكلام ده واتمنى ما تنساهوش، وانا عارف ان انت مش مركز معاه اساسا. بيقول له طيب انا هقدر ازاي اخرج الوحش ده؟ بيقول له لازم تشحنه بجوهر الوحوش. قال له يعني ايه جوهر الوحوش؟ بس ببساطة كده ان الوحش ده علشان البيضة دي تفقس هتحتاج لها كام الف سنة. ايه رأيك هتستنى كام الف سنة دول؟ ليه بيقول له نعم كام الف سنة؟ وانت بعد ما قلت لي الكلام ده المفروض افرح يعني؟ هو بيكون باين عليه الصدمة اساسا. بيقول له انت جايب لي وحش استنى كام الف سنة؟ يا عم اكون مت ودبت ومات اجيال بعدي. بيقول له ما تقلقش، في حاجة هنا على الارض اسمها جوهر الوحوش. الارض ما فيهاش طاقة روحية قوية ان هي تخلي بيضة وحش زي الوحش ده تفقس، ولذلك بتاخد وقت طويل جدا على ما تفقس. لكن لو قدرنا نحصل على أي جوهر وحوش في الطريقة دي احنا هنسرع فأس البيضة دي وهيخرج الوحش كيو وهنقدر نتعامل معاه. بيكون ليه مصدوم جدا وبيقول له أنا منين أجيب جوهر الوحوش ده؟ أنت بتكلمني مجرد كلام وخلاص. لكن النظام بيقول له بصراحة أنا مستشعر وجود جوهر وحوش قريب وموجود هنا في البيت بتاعك، بل إنه موجود في الأوضة دي كمان. وبيقول له جوهر الوحوش هو ده اللي أنت شايفه على الشاشة. وبيشوف في اللحظة دي شارة والده وبيتصدم جدا لما يشوف الشارة دي ويعرف إن هي دي جوهر الوحوش. ليه بيكون زعلان لما بيشوف الشارة دي؟ بيقول هي دي الشارة اللي والدي سابها لي، وهو المفروض ان انا عهدت نفسي احافظ عليها واثبت للجميع ان والدي كان بطل وما كانش خاين، ودي الحاجة الوحيدة اللي باقية لي من والدي هي والقلادة اللي انا بلعتها، وانا عهدت نفسي احافظ عليها وما كنتش اعرف ان هي دي تكون جوهر وحوش. وكمان لولا سو ما كانش زمان استردتها من شين، هي الوقت اللي لها الفضل عليا في وجود حاجة زي دي معايا. وفعلا بيظهرها وبيمسكها ليه وبيكون زعلان جدا وهو بيطلع الشارة دي وبيشكر سوء وكمان بيشكر والده وبيشكر النظام وبيمسكها في ايده. بيقول له انا المفروض اعمل بيها ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بالظبط؟ فهمني لان انا مش عارف اعمل اي حاجه. هنا النظام بيسكت كده وبيبص له وبيقول انت ما تشغلش دماغك انا هعرف اتصرف. وهو بيكون ليه باصص له مصدوم وبيلاحظ ان النظام شكله بيتغير وبيتحول لشكل غريب جدا يشبه القلم، لكنه فعلا بيكون عباره عن قلم ليزر وبيرسم على الحيطه شكل كده يشبه البيضه لكن بشع جدا. وفي اللحظة دي النظام بيقول له يلا ودي جوهر الوحوش وحطه عند الرسمة دي، قربوا منها حطه بس عليها ومالكش دعوة بالباقي. بيقول له الرسمة اللي انت راسمها دي وحشة قوي، انت متأكد ان انا عايزني اودي جوهر الوحوش بتاع والدي عليها؟ وفعلا بيروح يودي جوهر الوحوش عند الرسمة اللي على الحيطة دي، لكن في اللحظة دي بيدوب جوهر الوحوش بتاع والده وبتتشقق الحيطة. ليه بيتصدم من اللي بيشوفه ده وبيقول لي الحيطة بتتشقق ليه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ لكن بيكون النظام ساكت وما بيردش عليه وبيحاول يقرب لكن بتنفجر الحيطة في وشه وحرفيا بيقع على الأرض من الخضة وبينام مكانه. لكن فجأة بيلاقي إن طلع له وحش صغير جدا من الحيطة وبيكون حاجة مبطرخة كده. بيتصدم وبيقول إيه ده؟ هو ماله مضغوط كده؟ هو ماله عامل كده؟ هو إيه ده؟ دي لعبة؟ دي لعبة صح؟ هو مش ده الوحش اللي أنا شفته. لكن النظام بيظهر له وبيقول له ألف مبروك، أنت دلوقتي حصلت على الوحش بتاعك والف مبروك على اول مهاره هنديها لك. بيقول له طبعا انت بتغير الكلام؟ ها انا سالتك ايه الوحش المضغوط ده واللعبه اللي انت جايبها لي دي وانت بتعرف تغير الكلام وتحور عليا؟ بيقول له انت دلوقتي هتاخد مهاره ترويض الوحوش عن طريق انك بس تعمل لاي وحش وتلمسه من تحت دقنه بالطريقه دي. بيقول له والله مهاره كويسه جدا وبيفرح بيها وبيكون مبسوط جدا. بيقول له ما قلتليش المهاره دي ليه قبل كده؟ بيقول له اقولها لك ليه؟ المفروض ان انت ما كنتش حصلت على المهاره، لكن علشان تحصل على المهاره دي او تنفذها لازم يكون مستواك اعلى من الوحش اللي انت هتروضه. اول وحش اقل منك. بيتصدم جدا بيقول له انت قلت لي جملتين بنفس المعنى على فكره. وبيلاقي في اللحظه دي ان كيو بيقرب منه وبيعض في هدومه. بيقول له بس اقعد في جنب كده يا حبيبي، اقعد في جنب يا بابا. وفجاه بيلاقي ان كيو عمال يلف حواليه ويلعب حواليه. بيقول له انا حتى لما جالي وحش كان مجنون. وبيلاقي ان كيو راح ياكل قشر البيض اللي طلع منها حالا. وبيفتكر في اللحظه دي ان بعض الحيوانات لما بتخرج من البيضه بتاكل البيضه علشان تحصل على الكالسيوم وعلى الغذاء اللي هي محتاجاه علشان تنمو. وبيبتدي في اللحظه دي يحس ان هو بيتخنق وكأن قشر البيضه ده واقف في زوره. بيقول له انت إيه انت بتعمل ايه؟ وبيضربه وبيقول له على ظهره وبيقول له بس يعني انا لسه جاي عشان الاقيك بتتخنق وبتموت قدامي؟ انا ضحيت بشرط ابويا، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. حاول تفوق كده معايا يا كابتن كيو. لكن كيو في اللحظه دي بيتحول شكله لشكل مضحك جدا وبتظهر
لافتات كتيرة جدا من النظام كلها بتهني ليه وبتقول له كده الوحش بتاعك اتطور وألف مبروك على التطور ده. وهو بنلاحظ في اللحظة دي إن بيظهر نضوء شديد جدا من كيو، وهو بيتصدم من الحجم اللي وصل ليه، وبيكون حجمه زاد بطريقة غبية جدا وبيقع على ليه، وليه بيكون نايم تحته ومش قادر يستحمل الوجع لأن وزنه بيكون زاد. وبيظهر له في اللحظة دي النظام لافتة الخصائص بتاع الوحش، وهو بيقول له ايه اللي بيحصل ده. بيقول له انت ما شفتش لافتة الخصائص اللي ظهرتها لك قبل كده صح؟ ان الوحش دي بيعتمد كمان على التهام اي شيء روحي علشان خاطر ينمو، ودي مهارة عنده، كل ما ياكل اكتر يكبر اكتر. ولا انت ما بتفهمش ولا ايه؟ مش المفروض ان انا عرفتك المعلومات دي قبل كده؟ بيقول له بس شيله من عليا وبعد كده هنشوف المعلومات دلوقتي عشان هيفطسني، حرك البتاع ده من عليا دلوقتي. وبنشوف ان الباب بيخبط، وبتظهر في اللحظة دي والدة لي وبنسمع مع صوتها وبتقول له ايه اللي بيحصل هنا ده. ولما بتشوف الوحش كيو بتتصدم، وبتقول له ايه الكائن اللي موجود عندك في الغرفة ده، وبنشوفها واقعة على الأرض خايفة جدا. لكن ليه بيروح لها وبيقول لها ما تقلقيش ده الوحش بتاعي الخاص بيا، انت ما خايفة منه ليه كده بس؟ هو بيحاول يطمن والدته وبيقيمها، وبيحاول يشاور ليه كده ويفهمه ان هو يقرب من والدته ويبتسم ليها ويضحك ويتقرب منها عشان ما تخافش منه. لكن ببساطة الوحش كيو بيقرب من والدته وبيضحك لها ضحكة مرعبة جدا، بيكون شكله في اللحظة دي مرعب جدا. والدته لما بتشوف المنظر ده بيغمى عليها حرفيا وبتنام على الارض. لكن هنا في اللحظه دي ليه بيمسكه وبيودي وشه الناحيه التانيه، يقول له انت بتعمل ايه؟ يخرب بيت شرطك ده منظر تضحك بيه؟ انت بتضحك كده ولا عايز تجيب لها سكته يا عم ارحمني. وبيظهر النظام بعد كده وبيقول له حاول تخزن الوحش ده عندك. بيقول له انا عارف ان انت ما بتسمعنيش وان انت غبي، انا قلت لك ان انا مش هعرف اخد الوحش ده ولا اخزنه عندي، المفروض ان انت تكون فهمت ده كويس يا غبي. لا في اللحظه دي ليه بقى بيقرب الوحش من الشباك وبيحاول يزقه عشان ينط من الشباك او يخبيه ورا الستاره. لكن كيو لما بيشوف العالم الخارجي هنا بيتعجب جدا وبيحس بوجود أشياء روحية ممكن ياكلها قريبة. في اللحظة دي بيمسك الحديد بتاع الشباك وحرفيا بيدمره بإيده. بيتصدم ليه من اللي حصل ده، وهو بيكون كيو مش فارق معاه اي حاجه وبيدمر الحيطه حرفيا. وده بيتسبب في ان يحصل صوت قوي جدا وانفجار، وكمان انذار المبنى كله بيطلع، والجيران كلهم بيجوا في اللحظه دي علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في الشقه بتاعتهم وبيسالوا ايه اللي بيحصل هنا. المفروض ان احنا نطمن على اللي بيحصل هنا، لكن هنا في اللحظه دي ليه بيزق كيو بره، وهو كمان بيلبس كده على نفسه بطانيه عشان يخبي كيو تحتها. هو بيقول لوالدته انا هبقى اشرح لك كل شيء لما ارجع تاني. وبنشوفه بعد كده هو راكب على ظهر كيوه وبيكون نط معاه علشان يروح لاقرب غابة. ووالدته بتزعله وبتقول له انا مش هسيبك بس لما ترجع البيت تاني انا هخليك تعرف تصلح كل الحاجات دي وأعلمك الأدب أنت والوحش اللي معاك ده. وهو بيكون هنا ليه واقف في الغابة وبيقول أنا مش عارف والدتي إزاي بالقوة دي وقدرت تقف تاني وتتعافى وتشتمني كمان، شكل هتدغدغ لو رجعت البيت بدري، لازم أصبر لحد ما والدتي تهدى وأفهمها اللي حصل. وهنا بيشوف الوحش كيو وبيحاول يشاور له كده بالإشارة ويفهمه إن هو وحش قوي وإن هو الوحش بتاعه وإن هو لازم يكون معاه ويسمع كلامه وما يعملش أي مشاكل. لكن النظام بيظهر له فجأة بيسرعه حرفيا بيخضه وبيقول له الوحش على فكرة مش هيفهمك حاليا، لازم ياكل اشياء روحيه الاول علشان يتطور وبعد كده يقدر يتكلم بلغتك، فبطل الهبل اللي انت بتعمله ده. هو يعتبر لسه طفل حاليا. وهو بيكون الوحش في اللحظه دي واقف وعمال يبص له بكل حب كده، وبيظهر له على النظام اكل تقريبا بيحلم ان هو ياكل اي حاجه. في اللحظة دي بيحبط ليه جدا بصراحة لأنه بيشوف إن كل تفكير كيو هو الأكل وبس. بيقول له دلوقتي احنا عايزين نروح نشوف أي حاجة انت تاكلها علشان تتطور. وبيظهر قدامه النظام وبيقول له إن انت ليك مهارة جديدة المفروض أظهرها لك، وهي مهارة الرادار الخاصة بالتنين اللي معاك. هو بيكون ليه متعجب جدا من المهارة دي وبيقول ايه فايدتها. وهو بيكلم النظام وبيقول له انا صراحة مش واثق فيك، انت بتفرحني وتظهر لي مهارات تبدو ان هي كويسة وفي الاخر الاقيك بتديني فيها حاجة كده مش عايز اتكلم واقول لفظ يعني مش تمام. ما تظبط نفسك يا عم وتديني حاجة عادلة لان حاسس ان انت مسلط عليا مش تبعي. هنا في اللحظة دي النظام بيقول له الرادار ده بيظهر اي حاجة روحية ممكن تتسبب في تطور التنين اللي مع المضيف ببساطة، وتبع حجم وقوة الحاجة اللي موجودة دي هيكون حجمها وكبرها على الرادار. في اللحظة دي بيشوف ليه إن موجود نقطة كبيرة وبيقول هي دي التنين ليه، وكمان يبدو إن بقايا كمان البيض اللي هو ما أكلهاش موجود على الرادار ده. لكن بيلاحظ إن في نقطتين، نقطة كبيرة جدا وبيكون في نقطة أصغر شوية تشبه حجم التنين كيو نفسه. وبيقول أنا ممكن أتحرك من هنا وأروح للنقطة القريبة دي واللي هي تشبه حجم التنين كيو نفسه، أما النقط الصغيرة دي فأظن إن هي دي مكان البيض أو بواقي قشر البيض اللي سابه. وفي اللحظة دي بيقرر إن هو يروح للنقطة دي، وهو بيبص لكيو واللي بيكون
حرفيا مش عارف شكله عامل ازاي. وبيقول له احنا هنروح للنقطة دي علشان تاكل وتتطور. وكيو بيبص له كده وما يكونش فاهم اي حاجة، بيقول الشخص ده غبي ولا ايه، ومش عارف ان انا مش فاهم منه اي حاجة ولا ايه. كيو بصراحة بيقول على شكلي وقعت مع واحد غبي. وفي اللحظة دي اللي بيطلع له فرخة كده من ايده مشوية، ما يعرفش ظهرت ازاي، لكن لما بيشوفها كيو بيفرح جدا. هو بيقول لي انا كنت فاهم ان انت مش هتفهم اي حاجة غير ان نظر لك اكل وخلاص، انت اساسا مش فاهم مني اي حاجة غير ان انت المهم ما تاكلنيش انا في الاخر يعني. وبيركب على ظهره وبيغطي نفسه ببطانية اللي كان جايبها من بيته. هو بيروح في اتجاه اللي هو الشيء اللي المفروض اللي فيه طاقة روحية، واللي المفروض يساعد في تطور التنين كيو. هو بنشوفه مبسوط جدا بسرعة كيو، لأن كيو بيجيب بسرعة مهولة جدا، أسرع من أي عربية صراحة. في اللحظة دي بيوصلوا قدام مبنى كبير جدا، وهو بيقول المبنى ده هو اللي فيه الحاجة دي، لكن بيظهر إن قدام المبنى ده موجود حراس. في اللحظة دي بيحبط جدا ليه، وبيقول ازاي أنا هتخطى الحراس دول ولا أقدر أوصل أصلا لمكان الشقة العالية اللي فيها الحاجة اللي المفروض باين على الرادار. لكن في اللحظة دي كيو ما بيفرقش معاه أي حاجة. هو بنلاقي إن كيو قرب من المبنى فعلا، وهو بدأ يستعد علشان يتسلق المبنى ده. واللي بيكون مرعوب جدا من اللي شايفه ده، لأن بيكون كيو ولا حاسس بيه وطالع المبنى ولا فارقة معاه، وطبعا بيكون على ارتفاع مهول جدا. وليه بيكون في اللحظة دي هيموت من الرعب أساسا، وبيقول أنا مش عارف التنين ده مجنون ولا ناوي يموتني قبل ما يحصل أي حاجة. لكن بيفضل ماسك ومش علق في رقبة التنين وهو ساكت، وهو ما بيكونش مستوعب اللي بيحصل. والعجيب ان هو بيقدر يوصل للشقة دي، لكنه بيتخيل نفسه هو مقبوض عليه يا عيني هو والتنين. وبيقول في اللحظة دي ان الاتنين حرامية، وان ابن الشخص اللي خان البشرية كان حرامي، ومعاه كمان وحش مشغله حرامي معاه علشان يسرقوا شوية الناس. وهو بيكون مصدوم من الفكرة دي اساسا. لكن في اللحظة دي بيكون فعلا التنين كيو قدر يوصل للشقة دي، وهو بيكون فرحان جدا وبيبان عليه السعادة. وفجأة بيدخل جوه الشقة دي وبيجري، وبيحاول يوقفه ليه ويقول له بس اهدى علشان محدش يكتشفنا في اللحظة دي، حاول تهدى شوية. لكن بيكون كيو مش فارق معاه أي حاجة، وما بيقدرش ليه يوقفه وهو بيجري أساسا. هو بيجري ناحية شيء معين، لكن هنا ليه بيشغل انتباهه إن وجود قلادة بتكون دي قلادة صيادين النخبة. وهو بيكون صيادين النخبة دول هم اللي يقدروا يدخلوا لعالم موازي، والعالم ده بيكون فيه طاقة روحية قوية جدا، وبيكون كمان فيه وحوش أقوياء جدا. واللي بيحب يتطور من المستيقظين وأسياد الوحوش بيدخل العالم ده عشان يقدر يتقاتل مع وحوش، وكمان يقدر يحصل على جوهر الوحوش. غير ان الطاقة الروحية اصلا هناك بتساعد في التطور بشكل قوي جدا. وعشان كده اتعمل حراسة قوية جدا للباب بتاع عالم الوحوش ده، ومش أي مستيقظ يقدر يدخله غير بقواعد وبإذن، ولو اكتشف وجوده بطريقة معينة أو مخالفة ممكن حرفيا يتعرض للقتل. وبيشوف القلادة دي وبيكون معجب بالطاقة الروحية اللي خارجة منها، وبتكون طاقة قوية جدا. لكن مع إن هي كده إلا إن التنين كيو مهتمش بيها. لكن في لحظة بيلاقي التنين كيو واقف قدامه وبيبصلها باستغراب، وبيتصدم من اللي هو شايفه، وبيعرف إن دي قلادة سو البنت اللي كانت معاه في الفصل. وبيكون هيغمى عليه من الرعب حرفيا، وبيقول دي لو ظهرت حرفيا هتقتلنا وهتخلص علينا. انا شفت قوتها بنفسي، هو لو انت بقى ما ساعدتنيش وفهمتني في اللحظه دي وهربنا، فصديقي احنا حرفيا هنكون الوجبه بتاعتها النهارده على العشاء. دي اساسا مجنونه وانا عارفها، صدقني انا اتعاملت معاها، ما هياش بني ادمه طبيعيه. دي ممكن حرفيا تخرطك كده وتعملك النهارده وتشويك وتبقى انت لحمه مشويه. وبنشوف سو وهي بتستحمى في اللحظه دي وبتفتكر الطالب ليه وهي بتتعامل معاه، وبتقول الطالب ده ابن شخص قوي والمفروض ان انا عملته بقسوه. مش عارفه هل ده كان تصرف صح ولا تصرف غلط، ولكن انا كنت بحاول احميه في الاول وفي الاخر برضه ما كنتش بحاول اذيه ابدا. هو المفروض ان هو يفهم ده. وفي اللحظه دي بتقع القلاده بتاعتها على الارض من ايد ليه، وبتسمع الصوت ده وبتتخض وبتقول مين اللي اتجرأ انه يدخل شقتي. وبتخرج في اللحظه دي وبتشوف بس طرف البطانيه اللي بيكون مغطيه ليه، وكمان معاه كيو. وبنشوفهم وهم بيقعوا وبيكونوا مرعوبين الاتنين من اللي بيحصل. بيكون كيو ماسك ليه في بقه، لكن في اللحظه دي لما بيشوفوا الارتفاع بيصرخ كيو وبيقع الاول، وبيكون ليه فوقه. هو بيكون ليه مش مصدق ان هو اصلا لسه حي، وكيو نايم على الارض وفاتح بقه وزعلان جدا ان هو ما اكلش اي حاجه.
في اللحظة دي بيظهر النظام وبيكلمهم الاتنين وبيهنيهم كمان بتحقيق المهمة التانية، لكن بيكون ليه متعصب جدا منه، بيقول له انت مش مستوعب اللي انا كان ممكن يجرى لي الوقت، انا كان ممكن اموت. هو بيكون كمان كيو زعلان جدا ومتعصب وبيبص له بكل غضب، وبيشوف انت ما اكلتش اي حاجة، وبيكونوا الاتنين متضايقين من النظام. لكن في اللحظة دي بيقول النظام انا وظيفتي ان انا اظهر لكم الاشياء اللي انتم المفروض تواجهوها، وكل واحد بيكون سواء سيد وحوش او مستيقظ او وحش بيكون عنده طاقة روحية بتظهر على النظام. فالمفروض انكم تفهموا كل ده، مش كل حاجة هقعد اشرحها لكم يعني، المفروض ان انتوا يكون عندكم نسبة ذكاء وتفهموا. لكن في اللحظة دي النظام بيتكلم عليه وبيقول له، لكن اللي بيقعد يزعق ويقول له هو ما حصلش اي حاجة، وانت كنت هتموتنا، ودي مجنونة اساسا، وكان ممكن تعملنا على العشاء. النظام بيقطع كلامه وبيقول له بس اهدى كده وبطل اللي انت بتعمله ده، انا هعرض عليك مهارة قوية جدا وعايز اشوف رأيك فيها. المهارة دي ببساطة لو انت شفتها تعجب بيها. لكن ليه بيقول له بصراحة انت خدعتنا قبل كده اكتر من مرة، هو انا المرة دي مش هصدقك، انت ممكن توديني في داهية وتتسبب في مهارة تجيب اجلي. المرة دي عدت على خير. لكن ليه بيسمع المهارة دي وبتكون مهارة غريبة جدا بالنسبة له، بيستغرب لما بيشوفها وبيقول ايه المهارة دي بالظبط، انا مش فاهم منها اي حاجة. المهارة ببساطة بتكون هي مهارة التشارك. ومهارة التشارك دي معناها ان ليه بيقدر ياخد 30% من قوة الوحش اللي موجود معاه. لكن ليه بيسمع المهارة دي وبيقول يعني انا اخد 30% من قوة الوحش ده، وده معناه بقى ان انا هاخد بقى قوته في الاكل ولا في الغباوة؟ ده مطلع عين اهلي اساسا، ازاي تقول لي اخد 30% من طاقته؟ وليه في اللحظة دي كده لما بيقرا تفاصيل المهارة دي بيقعد كده يفكر مع نفسه وبيبص للوحش كيو وبيقول ما شاء الله باين عليه الغباوة، بص شكله عامل ازاي، انا بقى اخد شكله ولا غباوته ولا اخد ايه بالظبط ولا اخد؟ ما بيفكرش غير في الاكل. لكن بيتبسط في النهاية لما بيفتكر ان هو معاه المفتاح بتاع العالم الوحوش، واللي يكون بتاع صيادين النخبة. لكن بيخاف من سوء لما بيفتكرها اساسا وبيترعب منها. لكن بيقول مش مهم، احنا ممكن ندخل العالم ده واحنا معانا المفتاح وهندخله بكل سهولة. وفي الحالة دي انت هيكون قدامك كل الموارد اللي انت محتاجها واللي هتطورك. وما تنسوش بقى لو وصلتوا لهنا كمان تشتركوا في القناة وتساعدوني ان انا اوصل 1000 مشترك، واستنوا الحلقات الجاية ونشوف اللي هيحصل في الحلقات الجاية. ويلا اشوفكم على خير يا صحابي، سلام.